السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتفضلوا معانا في الأكل الجميل، في طبعًا الفراخ المحمّر، الفراخ المسلوق، الفراخ المشوي، كلّه على بعضه كده في الفراخ بتاعنا اللي عملناه النهارده، وهو سهل وبسيط جدًا، ومعاه طبعًا الرز المحمّر نُص أبيض ونُص محمّر، معانا الفاصوليا البيضا أم دمعة جميلة جدًا، جدًا، معانا الملوخية الناشفة طبعًا بالدقة بتاعتها الخطيرة الجميلة، لو جرّبتيها مش هتبطّلي تعمليها. طبعًا ومعانا شوية سلطات كده، ويا ريت كنتم طبعًا اتفضّلوا معانا في الأكلة الجميلة بتاعتنا اللذيذة دي. صراحة كانت تستاهل يعني عزومتكم كلّكم والله. طبعًا تعالوا معانا ونشوف طبعًا الشغل الفاخر اللي هو طبعًا فاخر من الآخر، وطبعًا ما تنسوناش طبعًا باللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة، وطبعًا دمتم على طول خير وبركة في حياتي ومنورين على طول قناتي. شكرًا ليكم، شكرًا لتعليقاتكم، شكرًا لاشتراكاتكم، شكرًا لمشاهدتكم، شكرًا ليكم كلّكم طبعًا. وتعالوا طبعًا نعمل الشغل الجامد جدًا، جدًا ده. طبعًا معانا الفراخ بتاعنا زي ما أنتم شايفين المحمّر الجميل ده. طبعًا يعني هو اتعمل قبل كده، بس طبعًا لمّا بتعمليه على طول بيبقى مُغري، وشكله طبعًا العين بتاكل قبل من البُق. وفعلًا يعني أنتِ لو عملتيه على طول مش هتبطّلي طبعًا تعمليه، لإنه برضه حاجة جميلة وحاجة سهلة ولذيذة. تعالوا نشوف المكونات. معانا كده 3، 4 بصل من البصل، معانا واحدة طماطماية ما فيش غيرها. زي ما أنتم شايفين كُلّه طبعًا قطّعته، ومعايا طبعًا كيلو كده من البطاطس حلو كده، برضه قشّرته وحطّيته. هنحط البهارات بتاعتي، هاحط الكزبرة الناشفة معلقتين كبار كده وتوصّي بالكزبرة المطحونة. ملح كده طبعًا لازم يكون الملح أنتِ بمعيار عينِك. مش هينفع أقول لِك نُص كيلو على حسب الكمية اللي أنتِ هتحطّيها طبعًا. كده معلقة من الفلفل الأسود. زي ما أنتم شايفين كيلو البطاطس غاسلاها ومشرّحاها طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، كل المكونات دي هنقلّبهم في بعض برضه ما نسيتكيش. لأ أنا حطيت طبعًا إيه، مكعب مرق كده. طبعًا حطّيه فيهم، طبعًا ت ت تنعّميه وتحطّيه فيهم زي البهارات. طبعًا عشان عندنا فراخ لازم نحط المرق، بس هو ما فيش برضه يعني الفراخ أقوى، بس برضه حطيت مكعب مرق دجاج. طبعًا مكعب مرق الدجاج ده فعلًا يعني جميل. كده نزلت على الفرخة بتاعتي زي ما أنتم شايفين مقطعاها وغاسلاها، كنت ناقعاها بمَيّة وطبعًا ملح وليمون ودقيق ومعلقة طحينة، غاسلاها وناقعاها كده كويس. وطبعًا نزلت عليها زي ما أنتم شفتوا كزبرة ناشفة مطحونة وملح، وطبعًا بصلة مبشورة كده على المبشرة وطماطماية ما فيش غيرها عشان تدّينا لون وملح. وطبعًا التوم، ما تنسيش التوم طبعًا شيء أساسي لازم للفراخ، وعليهم طبعًا عصرتين ليمون كده حلوين أو كمان شوية خل. وكل المكونات دي وبابريكا، وكل المكونات اللي معاكِ حطيها طبعًا على الفراخ، وطبعًا هتعملي أحلى تتبيلة للفراخ. أنا كده سِبتها نقعتها كده، كنت يعني ساعة كده سِبتها في التتبيلة بتاعتها عشان تتشرب بسرعة، وقُمت حطيتها طبعًا على طول على الصينية بتاعتنا وفردتها عليها. وطبعًا أنتِ كل البهارات اللي عندِك، بهارات الفراخ حطّيها، طبعًا جوز الطيب حطّيها، طبعًا يعني بُصّي كل البهارات اللي عنديكِ حطّيها. بس أنا شيء أساسي باحط الكزبرة والفلفل الأسود، وباحط التوم الفريش والبصل الفريش والطماطم الفريش. ده صراحة ما فيش غنى عنهم، طبعًا بتدّيكِ نكهة جميلة جدًا، جدًا طبعًا للفراخ بتاعي، يعني ما فيش غنى عنه. سواء طحنتيه على الكبة، سواء طحنتيه على المبشرة، صراحة هو جميل. كده أنا خلّصت طبعًا حطيت البطاطس بتاعتي وحطيت لها توم فريش برضه يا جماعة، كلّه كده ني في ني كده وأكل صحّي وأكل مفيد. طبعًا ما نسيتكيش إن أنا برضه الفرخة حطّيت لها طبعًا إيه، رشّة زيت علشان تدّينا لمعة برضه في الفراخ بتاعنا. كده على الماشي على التتبيلة نفسها.
أي نعم بتنزّل دهون وبتنزّل كده، بس برضه بتدّيكِ لمعة برضه في إيه، في الفراخ، بيخلّيها طبعًا إيه كده طعمها juicy كده وجميل. طبعًا أنتِ على حسب الرغبة، الشطة دي على حسب الرغبة يا جماعة، أنا حطيت برضه شطة، فأنتِ على حسب الرغبة. وباقي التتبيلة طبعًا ما رضيتش طبعًا خسارة، لإنه طبعًا جميل جدًا، وفعلًا هتدوقيه هتقولي جميل، جميل. حطيته طبعًا على الفرخة بتاعتي، ممكن كده تغطّيها بورق فويل وتحطّيها طبعًا إيه في الفرن بتاعتِك، وتستني بعد ما تستوي تروحي طبعًا إيه تشيلي الغطا وتحمّريها. طبعًا أنا كده هاخلّيها على نار هادية خالص، وبعد كده إيه هاودّيها الفرن، طبعًا إيه تتحمّر وتستوي براحتها وتبقى في منتهى الجمال. هنعمل كده شوية إيه، شوية رُز حلوين. الرُز طبعًا غاسلاه، وطبعًا هاحمّر نُصّه وأحُط نُصّه أبيض، ونحُط له شوية شوربة حلوين كده، وعلشان يبقى كمان إيه، كامل الدسم وجميل جدًا. كده عملنا الرز بتاعي، كمان تعالوا نشوفوا هنعمل طبق جميل جدًا، جدًا، وهو الملوخية الناشفة. إيه الملوخية الناشفة؟ الملوخية الناشفة طبعًا كان في أوانها الملوخية بتبقى خضرا، وبعد كده طبعًا بتجفّفيها أو بتنشّفيها في الشمس، وبعد كده طبعًا إيه، ب بتفركيها وتجهّزيها طبعًا للشتا، لإنها برضه بتبقى جميلة جدًا. معايا طبعًا كمية من الشوربة زي ما أنتم شايفين. أنا كده أنا عارفة طبعًا استخدامي، وحطيت عليها طبعًا إيه 4، 5 معالق من الملوخية الناشفة، كنت طبعًا مجهّزاهم ومنقية كل الشوائب اللي فيهم، وطبعًا إيه، شايلة كل حاجة فيهم. طبعًا ملوخية ناشفة بس بتقلب لخضرا جميلة جدًا، جدًا. كده معايا كده الملوخية بتاعتي، وهادّيها طبعًا إيه تقليبتين كده، هاقلّبها طبعًا عشان تغلي كده وتفور وطبعًا تستوي. أيوه معايا الملوخية الناشفة لازم تستوي، يعني لازم ندّيها غلوتين زيها زي الملوخية الخضرا. كده شايفين قلبت بخضار وجميلة جدًا، جدًا. كده معايا أنا توم بتاعي طبعًا عادي يا جماعة، أنا يعني دقّاه على الهون عادي جدًا، جدًا، وفي طاسة حلوة كده أحُط عليها إيه اللي بيخلّي الملوخية طعمها جميل وروعة. حُطّي طبعًا شوية طبعًا إيه، دهن أو ليا يا جماعة، أنا كده باشراهم على المبشرة عادي، دُولة دهن أو ليا، باشراهم عادي على المبشرة. وطبعًا أحُط لهم نُص معلقة طبعًا سمنة. البلدي يؤكل فعلًا يا جماعة، والله كل الحاجة اللي ربنا خلقها صحية ومفيدة، ما تقولوش دهون ولا كوليسترول ولا الكلام ده، والله ما في أحسن من صنع الله فعلًا. أهو يعني ماله، حطيت طبعًا جنبيه يعني معلقة سمنة برضه علشان الملوخية بتاعتنا إحنا عايزينها طبعًا جميلة كده وطبعًا مغرية. وبعد طبعًا هانزل عليها بالتومة بتاعتي وشوية ملح، وطبعًا كنت عاملة إيه، يعني واحدتين من الطماطم باشراهم على المبشرة العادية جدًا، جدًا. هانزل عليهم طبعًا إيه بالتومة بتاعتي الجميلة دي بعد ما أحمّرها كويس، وهانزل طبعًا إيه عليها بالطماطم بتاعتي اللي باشراها على المبشرة، وهاخلّيها تتسبّك. كده حطيت الملح بتاعِك على حسب إيه ما يضبط معاكِ الأكل بتاعِك، يعني لا هو كتير ولا هو قليل، حاولي تضبّطي نفسِك في الملح. طبعًا من كتر وقفتِك في المطبخ ومن كتر طبعًا شغلِك، الأكل طبعًا أنتِ عارفة له إيه، بتحطّي الكمية المناسبة ليها. طبعًا كده اتحمّرت، ننزل عليها بالطماطم، هنسيب طبعًا الطماطم تتسبّك كويس، لازم تتسبّك كويس علشان طبعًا الحدوقة بتاعة الطماطم طبعًا ما تبوظلكيش الأكل بتاعتِك. طيب أنا عملت إيه، سِبتها كده حطّيت لها طبعًا إيه، رشّة سُكّر كده بسيطة علشان إيه، الحدوقة تمشي معايا بسرعة والطماطم تتسبّك بسرعة وتبقى جميلة. تعالوا نشوف يانا على الفراخ كده استوت في الفرن، وطبعًا إيه، طبعًا عايزين نحمّرها. شيلنا الغطا بتاعها طبعًا الورق الفويل، وكده خلّيناها إيه، تتحمّر براحتها بعد ما استوت طبعًا وبقت دايبة دوب زي ما أنتم شايفين. وآدي يا خراشي على الجمال، طبعًا طعم لا يوصف، وطبعًا الشكل غني عن السؤال، يعني الجواب باين من العنوان يا جماعة. واتفضلوا معانا، صراحة أكل كان لذيذ جدًا، جدًا، ويستاهل بُقكم. طبعًا لو عجبك الفيديو وعجبك منظر الأكل، يا ريت طبعًا ما تبخليش علينا وتدوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. كمان ما تنسوناش بتعليق وكومنت جميل كده زيكم. طبعًا يا ريت تدوسوا لايك، يا ريت وتشتركوا في القناة. شكرًا ليكم، شكرًا لمتابعتكم وشكرًا لمشاهدتكم. طبعًا دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.